أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن كتاب جسمك يتذكر كل شيء. الكتاب بيتكلم إزاي الصدمة النفسية ممكن تأثر في الناس، مش بس في ذاكرتها أو نفسيتها، لا كمان على جسمها. ومش بس على جسمها، ده ممكن التأثير ده يمتد بقية عمرها. الكاتب دكتور نفسي متخصص في الأعصاب، درس 30 سنة مع حالات مصابة بصدمات أو ناجين من الصدمات. التروما أو الصدمة أو كرب ما بعد الصدمة ده عبارة عن إيه؟ تخيل إنك واقف دلوقتي في مكان آمن تماما، ومع ذلك فجأة جسمك يتصرف وكأن في خطر حقيقي حواليك. قلبك يدق بسرعة، نفسك يقصر من غير حتى ما تفهم ليه. والغريب مفيش حاجة بتحصل دلوقتي، دي مش مبالغة، ده اللي بيحصل مع ناس عاشت تجربة كانت أقوى من قدرتهم وقتها على الاستيعاب. الصدمة مش مجرد حدث وحصل وخلص، الصدمة هي اللحظة اللي العقل فيها قال أنا مش قادر أستوعب ده، فسجل التجربة في الجسم بدل ما يتخطاها كذكرى في الدماغ. عشان كده بعد سنين ممكن صوت، ريحة، موقف صغير يضغط على زرار جواك يرجع لك نفس الإحساس القديم وكأنه لسه بيحصل دلوقتي. ومع الوقت ناس كتير بتفتكر إنها بتبالغ أو إن هي حساسة زيادة عن اللزوم، بس الحقيقة إن جسمها لسه بيحاول يحميها من خطر حصل زمان. وفي العادي المفروض وفي أغلب الناس الذكريات الصعبة بتتحول لقصة كان زمان وعدى، لكن في الناس اللي بتتصاب بالصدمات القصة ما بتتقفلش بسهولة، لأن هي ما تخزنتش كذكرى، لكن هي اتخزنت كإحساس لسه عايش جوه. والشفا هنا مش إنك تمسح الماضي، لكن إن جسمك يفهم إن أخيراً الخطر خلص. أصعب حاجة في التجربة الصعبة إنك تحاول تحكيها، مش لأنها كبيرة بس أو بتوجعك، لكن لأنها مش بتيجي في دماغك كقصة تعرف تحكيها ليها بداية ووسط ونهاية، صورة بتظهر وتختفي. في اللحظة دي الكلمات بتفشل تعبر عن اللي جواك، المخ بيحاول يترجم لكن اللي جوه أقوى من اللغة، فتتحول التجربة الصعبة من حكاية لإحساس حي يرجع في كوابيس، في ذكريات مفاجأة، وكأن الجسم هو اللي بيفتكر مش العقل. الخوف بيبقى حالة وجود، إنك تعيش في جسم مستعد دايما للهجوم حتى لو مفيش خطر حقيقي دلوقتي، طريقة للجسم إنه يفضل صاحي عشان يحمي نفسه. لكن الغريب إن أول طريقة للشفاء مش إن أنت تنسى، أول طريقة تحس بنفسك، أنا فين دلوقتي؟ أنا آمن فعلا ولا لأ؟ أنت كده بتعيد ترتيب الفوضى اللي جواك وبتستعيد سيطرتك على نفسك. وببطء العقل بيبدأ يعمل حاجة مهمة، إنه بيصنع معنى. صحيح مش كل اللي حصل ممكن نفهمه، لكن اللي هيتفهم هو إن الماضي مش لازم يفضل عايش جواك بنفس القوة والوجع. ومع الوقت اللي كان إحساس متكسر ممكن يتحول لذكرى مش بتحكمك بس بتحكي عنك. فكرة بتغير نظرتنا للطفولة كلها، إن الطفل مش بس بيتأثر باللي بيحصل له، الطفل بيتكون من الطريقة اللي بنتعامل بيها معاه. تخيل طفل بيبكي، الخوف مليه وجسمه بيترعش، مش فاهم الدنيا بتعمل فيه كده ليه. في الحالة الطبيعية وجود أب أو أم بيشوفوا البكا ده ويحتووه بيحول التجربة عند الطفل من رعب لأمان. وهنا الطفل بيتعلم حاجة أساسية جدا، إن الألم ليه نهاية، وإن في حد بيقدر يساعده يسيطر على ألمه ده لحد ما يتعلم يسيطر عليه بنفسه. وده بيخلق نوع من الحماية النفسية للطفل بتفضل معاه طول حياته. لكن في جانب تاني من القصة في أطفال بيبكوا ومفيش استجابة، ده ممكن كمان يتم إهمالهم أو حد يتعامل معاهم بقسوة. مع التكرار الطفل الخايف ده بيبدأ يتعلم إن بكاه ده ملوش معنى عند الناس اللي حواليه. ومن هنا بيحصل تغيير مهم جدا في الطفل، بدل ما بيعبر عن خوفه بيتعلم يكتمه. والنمط ده للأسف ما بيقفش عند الطفولة، بيكمل معاهم في باقي حياته. لما يكبر أي موقف فيه ضغط أو رفض أو فقدان بيرجع نفس الإحساس القديم، إنه لوحده وإن مفيش حد هيجي. لما الطفل بيخاف من نفس الأشخاص اللي المفروض إن هم بيطمنوه، ده بيخلي شعور الأمان نفسه مش واضح عند الطفل، فالتعافي بيبقى أصعب لأنه محتاج يفصل بين الحب الحقيقي والخوف اللي اتزرع جواه في لحظة وجع حقيقية. أحيانا الجسم بيعمل حاجة غريبة جدا لكن رحيمة جدا، إن العواطف القوية ممكن تغطي على الألم، مش لأنها بتلغيه لكن لأنها بتديك فرصة تكمل. زي الأم مع ابنها لما يقع ويتعور، قبل ما يفهم هو حاسس بإيه وموجوع إزاي،
مجرد حضن أو لمسة أمان بتخلي الجرح نفسه يهدى، وألم الطفل يهدى، وخوفه وذعره يهدى، لأن الإنسان في تكوينه مش بيهدى لوحده. أبسط طريقة طبيعية عشان تهدي نفسك لما بتكون منزعج إنك تتمسك بحد تاني، موضع ثقة قريب منك، حد فاهمك متناغم معاك من غير حكم، ووجوده ليه معنى. في اللحظة دي الجسم بيستقبل رسالة إن أنا مش في خطر، وإن أنا متشاف. ومع الوقت لما الإنسان يبدأ يبني علاقة أهدى مع إحساسه الداخلي بدل ما يهرب من إحساسه ده، بيبدأ يسمعه ويفهمه. المشاعر وقتها ما بتبقاش فوضى، بتبقى معلومات. أنا متوتر ليه؟ أنا محتاج إيه دلوقتي؟ ولو وصل لمرحلة إنه يثق في إحساسه الداخلي هيبدأ يحس بحاجة مهمة جدا: أنا مش تايه، أنا فاهم نفسي. هيبدأ يحس إنه مسؤول عن جسمه، عن مشاعره، عن طريقته في الحياة. مش مسؤول بمعنى الضغط، لكن بمعنى الوعي، إنه بقى قادر إنه يفهم نفسه بدل ما يحاربها. الغريب إن في ناس تصرفاتها الغلط مش بتكون اختيار كامل منهم. لما الإنسان بيعيش صدمة أو خوف شديد وهو صغير أو حتى كبير، جسمه ومخه بيتبرمجوا على طريقة واحدة: إزاي أنجو، إزاي أكمل. فبدل ما بيفكر بهدوء ويختار صح، بيبقى بيشتغل بنظام تلقائي فاقد السيطرة عليه، يهرب أو يكرر نفس السلوك اللي كان عامل له مشكلة قبل كده. علشان كده ممكن تلاقي شخص بيكرر نفس الأخطاء في علاقاته أو شغله، مش لأنه مش فاهم أو مش عايز يتغير، لكن لأنه جواه نظام قديم لسه شايف إن دي طريقة النجاة الوحيدة. المهم هنا إن ده بيحصل غصب عنه مش بإرادة واعية. المهم نفهم ونلتمس لهم العذر. فبدل ما نقول هو ليه بيعمل كده، نسأل هو عاش إيه خلاه يتصرف كده. الفهم ده بيخلينا نشوف السلوك مش كعيب في الشخص، لكن كأثر لتجربة قديمة لسه مأثرة عليه. الكاتب طرح الحل، وأول الحل إن إحنا نفهم، سواء نفهم تأثير الصدمة علينا، ونفهم ونستوعب الناس التانية اللي ممكن برضو تكون مرت بوقت صعب في حياتها.